انت ايش شيك؟ الله بس يخليك اشمعنى والله. لابس اسود النهارده؟ عشان اشمعنى لابس اسود؟ اه. عشان النهارده حاسس ان اللبس الاسود ده لبس شيك جدا. امم. و... وعامة النهارده اشتغلت من البيت يعني فروم هوم، فعشان اه، كده مضايقني من الحوار ده. بحس ان انا جاي مرتاح مرتاح قوي. قوي واكل وبتاع. ايوه ايوه انا واكل وعامل اللي واكل. عليا ومصلي مم. 5 فروض وعامل عامل كل حاجه خلصت ممكن كل حاجه تطلبها اصلا. مني النهارده، الحمد لله. كمل. لسه برضه بتخاف لا تقدم؟ لا، انت والله مش عارف. صح. مش عارف ولا انت شفت المره اللي فاتت؟ مش عارف. ماشي يا عم، انا عايز اقول امم. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست رحرحه، البودكاست اللي من انتاج اوربت ميديا. قول واحده واوربت ميديا معايا. اوربت ميديا. شاطر. ما تسيبني سيبني. البودكاست ده احنا لحد دلوقتي مش فاهمين احنا بنعمل فيه ايه بالظبط، بس احنا مبسوطين وبنقول حاجه بسطانه. ويلا يا معلم بقى، شد كرسيك والبس شرابك وتعالى بقى عشان الحلقه دي جامده جدا. ليه بقى يا عم شايف الحلقه دي جامده جدا؟ الحلقه دي جامده بقى عشان ايه؟ ايه؟ النهارده معانا حد لذيذ ضيف. طبعا. تمام. يعني خليجيه، لبنانيه، حد عشان نضرب بيه الحلقه ونخلي الحلقه ضرب نار. اوعى. جبنا سلمى النجار. اتفضلي يا سلمى. هلو. عاملين ايه يا ولاد؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. حلو قوي الكنبه، صح. بجد رائعه. ايه ريحت اول درجه انها بتقول عاملين ايه يا اولاد؟ ايه يا ولادي؟ أخباركم ايه إيه بقى؟ الاخبار بقى؟ وحشتوني. وانتي والله. ايه الاخبار؟ ثانيه بس قاعده براحتك براحتك، اقعدي براحتك. قاعده براحتك. مرتاحه. الله، دي اهم حاجه عندنا. الله بجد يوم طويل وشغل وكده وحاجات، فاهم؟ عايزين كده. عايزين عاملين ايه؟ الحمد لله. يا رب خدت بالي دايما. اللي بيقعد هنا هي اللي بص انا ما اعرفش. هو غصب عني، فاهم؟ هو رامي على يميني. حاسس ان انا عايز اجيب الكوز ده اقعد هنا كده. اقعد قدامه. لا، هي يا شباب انا معاكم. ما نقدرش نتجاهلك ابدا. لا بس انت ملاحظ، الله يخليك والله، بس انت ملاحظ اي حد بيقعد هنا بيحس ان هو الهوست، يعني هو اللي بيقول عاملين ايه عاملين ايه واخباركم بقى؟ ايه ايه. الاخبار؟ قول لي بقى. انا في السنتر. اتفضلي. طب فاهم؟ بص، عندنا حاجه كده بنقولها دايما، كلمه انترو. انترو. اوكي. اتفضلي قوليها كده اوعى. لبنانيه مثلا، بس صوت عالي. انترو. يعني حلو حلو. قول. جايبينك النهارده في حلقه مهمه وحلقه مش عالله، لان إيه؟ احنا النهارده حلقتنا في توبيك حلو جدا انا بحبه قوي. عشان انا تقريبا من اكتر الاشخاص او اكتر الناس اللي بيقدسوا الصحوبيه. بيقدروا الصحوبيه. دي اكتر ناس اللي بيقدروا بيقدروا الصحوبية. بيقدروا فعشان كده جايبينك في حلقه النهارده. عشان حلقه جميله على ولطيفه راسي. وحلقه الصحاب. انا بحب الصحاب قوي. وأنا بجد. الصراحه يعني دي حاجه قول انت عشان كنت هقول حاجه ثانيه. بحس اللي عندي عدلت الصحاب. الصحاب. عموما الصحاب. انا عامه بحس ان انت لو في حياتك صحاب كويسين وسالكين ناضجين معاك في كل حاجه في يا ريت ظهرك، والله يا ابني. انت ما اه كانش ينفع تيجي معانا الحلقه والله يا دي. ريت والله. والله انا بحس ان هي نعمه كبيره من عند ربنا جدا. بس انا عايز اعرف يعني من سلمى او منك انت لو انت مش عايزه تقولي الاول، يعني كلمه صاحب بالنسبه لك ايه؟ بص، انا دايما كنت بقول جمله بقالي سنين لما اكتشفت قيمه الصحاب عامله ازاي. كنت بقول ان انا ربنا بعت لي 3/4 رزقي في صحابي. ما شاء الله. الحمد لله. يعني بص، الناس بتروح وتيجي. الناس خمس بتروح وتيجي، الحمد لله، الله الحمد اكبر. لله، نمسك الحمد الخشب لله. او حاجه. الخشب اهو. ايوه مش الحمد لله. طايله بس مش قادره امسكه لي كده. امسك بليز. الناس بتروح وتيجي الحمد لله، بس الصحاب الحقيقيين دايما هم دايما بيفضلوا معايا الاخر. عارف الفيديو ده. وبجد انا ما كنتش يعني بص، احنا دايما موجودين لبعض في كل وقت. حلو. بس اكتر وقت بكتشف فيه قيمه صحابي فعلا هو الوقت اللي انا ببقى فيه اللي في دقيقه. قوي. ايوه في موقف، هو اي صاحب بيبان هنا في موقف صعب. ايوه ده بجد. والموقف اللي بيبقى مستدعي ان صاحبك يبدا يتدخل، اللي هو ايه. هو مثلا انت بتغلط للدرجه اللي هو محتاج يمد ايده عليك. هو فاهم الفكره؟ انت بتعمل حاجه غلط فهو عايزك ما تعملهاش. هي دي قصدها. انا هوقفك مهما كان. بالظبط. حتى لو امسكك اضربك. بالظبط. حتى لو ايا كان، فاهم؟ الحمد لله احنا ما وصلناش لهذه المرحله لحد دلوقتي. لا ما انا ضربتش من واحد الحمد صاحبتي. لله. ولا حلو واحد، جدا. يعني الحمد لله، ولا واحد صاحبي ولا واحده صاحبتي ولا حد. الحمد لله. بس بلاقي تدخلات اللي هو سلمى لا ستوب بقى وما كفايه. تعمليش كذا. مع خلاص يعني. فبتخاف تتضرب فبتقول له ستوب بقى. هقول لك حاجه، بشوف نفسي بعينيهم.
فبعرف قيمه نفسي اكتر. حلوه الجمله دي، بشوف نفسي بعينيهم. حلوه قوي. يعني بص الجمله عجبتني، بشوف نفسي بعينيهم. هقول لك حاجه، لما بيبقى في حد انت عزيز قوي عليه وبيبقى صعبان عليه جدا الوضع اللي انت فيه، فهو مصمم يوقفك عن اللي انت بتعمله عشان انت فعلا غالي، انت فعلا في فاليو كده. انا حتى عندي دايما في صديق من اعز اصدقائي، يعني ربنا يا رب يديم صحبتنا يا رب ان شاء الله طول العمر. يا رب ان شاء الله. عمار، عايزه بس اعمل له شاوت اوت لعمار. شاوت اوت لعمار الغرباوي. عمار دايما في جمله قالها لي، الجمله دي اثرت فيا جدا، هو يمكن قالها ونسيها بس انا عمري ما نسيتها. في صحاب وفي سلمى. يا سلام. انا وقتها خدت بالي او شفت نفسي بعين عمار، انه هو كل الصحاب في حته وانتي في حته مختلفه خالص. فخدت بالي انه ثانيه واحده انا مهمه. ايوه ومهمه قوي. فاللي هو اوكي، فابتديت اخد بالي من قيمتي عند صحابي كمان، مش بس قيمتهم عندي. خدت بالك جت منين؟ في صحاب في سلمى. ايوه بالزبط. انا بقى بحس انت حد عمره قال لك في صحاب وفي جوبه؟ انا هفهمك المشكل ده بقى. انا هفهمك، لان هم اصحابي دايما معتبريني كده، اللي هم عندهم صحابهم عادي وعندهم جوبه، وانا نفس الكلام. حلو. بس انا دايما بحس ان مش اي حد اسمه صاحب. حتى يا عم انا ممكن انزل واقعد معاك وكل حاجه، ده بجد. بس مش معنى كده انت صاحبي. صح. ممكن زمايل وقشطه وكل حاجه، لان مش انت الشخص اللي انا لو انا اتحطيت في دقيقه ممكن اكلمه. صح. انا دايما صاحبي في عندي كام حد كده، لو انا اتحطيت في دقيقه انا هكلم ده. تصدق عندك انا لما بقع في دقيقه في فعلا ناس صحابي قريبين مني قوي ما بكلمهمش بالظبط. مش عارف ليه، مع ان هو ممكن يساعدني بس انا مش عارف هطلب منك كذا ازاي. طب اقول لك انا عايز كذا ازاي؟ هو لسه يا معلم فاهم؟ لسه جواك، هو هنا مش صاحبك او فاهم. صحابه كل حاجه بتحبوا بعض، بس هو انا بالنسبه لي الصاحب ده هو زي اخوك. في حاجه هو في كده. حاجه بتضايقني برضه، في حد قالها لي، استنى، كانت الجمله بالانجليزي كده، استنى. كانت ايه؟ استنى انا كتبتها عندي والله كمان والله العظيم عشان مش عارف من كتر ما هي مؤثره. ده حد لا، صاحبي لا. اللي بعتها. لا مش حد صاحبي، ده حد بقى الشخص اللي انا ما بحبوش في الصحاب. اللي انت ما ده بتحبوش هو؟ في الصحاب. اصبر بس افتكر كان اسمها ايه. سيركاستيك. ساركاستيك. ايوه اللي هو ما تقول والله ما تقول ساركاستيك عادي. والله معروفة العظيم يعني. ما بحبوش الشخص ده، مع اني كنت ممكن اقرا بالعربي بس انا خدت. الشخص ده ايه؟ انت ما تعرفش يعني ايه؟ الساركاستيك اللي هو الحد اللي بيهرج زيادة عن اللزوم عليك اللي هو بيهوخيو يعني. بايه؟ بيهوخيو 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 جامد يعني، اللي بيتنمر هو عليك يعني. مش بيتنمر بيتنمر عليك. هو احنا طول الوقت بنهزر من باب ان انا بهزر معاك، بس هو مش بيهزر معاك، هو بيهزر عليك. يعني احنا في وسط فاهم؟ صحاب، فانا لقيت صحاب كتير فالقعده وحشه، فهقول ده ايه ده، هو جوبا مناخيره كبيره ليه؟ بس زي ما انا عملتها دلوقتي. ايوه فيعني بهزر اكيد مش قصدي ده يعني. لا انا صغيره. ايوه صغيره والله. انا عارف. ايوه صغيره. تعرف انت لما عملت الحادثه كان مناخيرك كبيره جدا بجد بس دي حكايه حادثه يعني. ايه بتقول؟ هو لما عمل الحادثه كانت مناخيره كبيره جدا. ليه؟ يعني انا لما دخلت حاجاتك قوي المستشفى دي طيب. لا ثانيه واحده، هو انت مناخيرك عادي في العادي، عملت حادثه مناخيرك بقت كبيره. ايوه ورمت. ايه المشكله؟ اوكي كانت ورمه. ايوه ماشي يا عم. يعني لما دخلت المستشفى قعدت ادور على المرضى، انا عرفتك يعني. من مناخيري. ده الساركاستيك. ده الساركاستيك بقى. اوت اوف نو وير يا جماعه. شريف مناخيره كبرت لما عمل. خلاص بقى ندخل في كمل الحلقه. انا ندخل في اعراض. انا اسف والله يعني. انا بحس دايما بيبقى في زميل وصاحب. أيوة. انا بحس ان معظم اللي في حياتي هم زملاء، لكن في صحاب هم دول بقى الصحاب اللي في ظهري. طيب انتوا مع حته اللي هو غيره الصحاب على بعض؟ انا معاها والله بجد، انا بغير على اصحابي قوي. انا بس عايزه اقول معلش، هرجع هعمل ستيب باك صغيره. لا عايزه ستيب باك صغيره. انت بص، انت بتقول حاجه مهمه، انه مش كل الصحاب صحاب، بس انا اكتشفت مع الوقت انه كل الصحاب صحاب، بس كل صاحب ليه حاجه، ليه الحته بتاعته يعني. ليه لازمه. انا كان بالظبط، انا كان عندي صديق، مش كان ستيل صديق يعني عزيز جدا. مره قال لي الناس عندي بيتقسموا دواير. ايوه كلهم مهمين، بس كل حد في الدايره بتاعته ليه الاهميه بتاعته. يعني مثلا انا عندي مثلا 20 صاحب مقرب كلهم مقربين، بس كل حد فيهم مقرب في حته. يعني في المقرب اللي بيبقى معايا ابديتد طول الوقت بحواراتي ومشاكلي وافراحي واحزاني. في حد تاني مقرب اللي كل ما بنتقابل كل فتره
بنحكي شويه حاجات، بقول بقى يعني تاريخ حياتي. أيوة تمام فاهم. في حد المقرب اللي لما ابقى انا واقعه في ضيقه او مشكله كبيره، مش عايزه اعمل بلبله حواليا كده، اكلمه هو انا عارفه ان فلان ده هينقذني. أيوة. دلوقتي في حد تاني حاجات بلبله يعني. انا اسف ايوه دي علاقتها بلبلة بالبلبله يعني. الموضوع مهم قوي تشوف. شو في بتعمل ايه؟ اصل بتقول بلبله لا بلبله دي اللي هو يعني مثلا انا واقعه في مشكله، انا مثلا في اسم، انا عارفه ان فلان ده لو انا كلمته هيجي يطلعني من المشكله انا فيها دلوقتي. أيوة صح. بدل ما مسيح بقى واقول لكل الناس فاهمني. فهم بالنسبه لي كله سوري خبطت على المايك. فهم بالنسبه لي كلهم مهمين، بس اللي انا حابه اوضحه في النقطه دي انه كل حد مهم في حتته. ده لا ينفي ان هم كلهم مهمين، بس هو كل حد في دايره مختلفه. يعني انا مثلا عندي اقرب دايره دلوقتي هم 3 بس. في دايره اوسع منها شويه، الدايره دي ممكن يكون فيها 5 لوحدهم غير ال3. دايره اوسع شويه ممكن يكون فيها مثلا 10. فكل حد في حته، بس ده لا ينفي ان كلهم مهمين، بس كل حد ليه وقته. بس حلو. في بقى حد يعني الدايره الضيقه خالص دول انت بتقولي مثلا فيهم 3 ال3 دول صح؟ ايه انت قصدك حد بقى من ال3 دول؟ لا بيغير في ال3 دول او حد منهم انت ممكن تشاركيه في كل حاجه اللي انت قلت عليها. يعني مثلا وقعتي في دي هتكلميه، عايزه تتكلمي على حاجه طبعا تكلميه. بص انا في لحظات الانهيار يعني بجد ما بهزرش، انا في لحظات انهياري بفضل دايما ابقى لوحدي. لو فكرت اكلم حد اشاركه في لحظه انهياري دي، ده معناها ان انا ستيل لوحدي بس معاه. يعني في مره كنت بمر بموقف بشع من فتره، من كام شهر كده. انا بجد مش عارفه اكلم مين. انا لو ما كلمتش حد دلوقتي قلت له اللي بيحصل لي حالا انا هتجري حاجه. ايوه فهمت. فقررت ان انا اكلم حد، بغض النظر بقى هو رد ما ردش كان ده وقت مناسب ليه او لا، مش دي البوينت اللي بنتكلم فيها. بس وانس ان انا قررت اكلم فلان، فالفلان ده في الوقت ده هو اللي انا بعتبر ان انا بتكلم مع نفسي عادي. اوكي طبعا هو يعني ال3 دول انا بشاركهم تقريبا في كل حاجه. دول صحاب يعني بالنسبه لي دول الصحاب. انا مش معنى ان انا بقول على التانيين مثلا زمايل ولا حاجه يبقى الزملاء دول وحشين، لا هم ستيل هم زمايل وكل حاجه ممكن احكي لهم وبتاع. بس دايما الصاحب ده انا بحس اللي هو انا ممكن في كل الحالات انا هروح له. هي جايه من كلمه صاحب، هو معايا في اي حاجه معروفه. انا هكلمك لو انا في مشكله، هكلمك لو انا في فرح، هكلمك لو في اي حاجه، لو في بتاع. لكن في حد معين هكلمه عشان حاجه معينه، في حد معين هكلمه عشان حاجه معينه. فانا حاسس ان دول زملاء. بس انا بحس بقى ان الصحاب يعني حتى الصحاب هي بتقول لك على حاجات، هو صاحبها ده مقسمهم لكذا حاجه. تمام. انا عندي مثلا في صاحب ما اعرفش اطلب منه فلوس. في صاحب ما اعرفش انا وهو احكي له حاجه مثلا عني، مع انهم كلهم صحابي. دول زمايل. لا صحابي تخيل. يعني انا ممكن احكي لك انت حاجه، احكي لها هي حاجه تانية. هقول لك حاجه بالنسبه لي موضوع انا كل حاجات بس يعني بتبقى في دماغي بتتفجول اكتر من الكلام. فانا دايما بحس الصاحب اللي انت بتعرف تتعرق قدامه تماما. بالظبط. ايوه. فانا صاحبي اللي ما بعرفش اطلب منه فلوس ده انا مش ببقى اعرف اتعرق قدامه. صاحبي اللي انا ممكن ما شاركوش في مشاكلي قوي اللي هي البيرسونال قوي، انا مش بعرف اتعرق قدامه. فصاحبي هو بالنسبه لي هو الشخص اللي انا بعرف اتعرق قدامه. يعني هو الشخص اللي انا مش هتضايق لو شافني في اضعف حالاتي خالص، وهو اول حد هبقى بشاركه اكتر حالاتي ازدهارا ولمعانا، واللي هو انا هنا في توب التوب، انت هكلمك وانا في توب التوب، وهكلمك وانا في اسفل سافلين. انا فايه اسفل اللي هو انا في الارض خالص. خلاص انت الدنيا باظت خالص. بس انا بالنسبه لي الصاحب ده بجد لو يعني انت عارف ان صاحبك ده ان انت لو كلمته وانت في اسفل سفينه وانت في توب التوب في الحالتين هو مش فارق معاه، ممكن يقعد يتريق عليك في الحالتين. بجد على فكره يعني مثلا لو انت بايظ والدنيا بايظه معاك هيجي ويتريق عليك. انت طول عمرك بايظ يا ابني. انت بالظبط. انت عمرك نجحت في حياتك. يعني بحس ان صاحبك ممكن ينجح لك لحاجه هو مش فارقه معاه، هو مش فاهمها، بس عشان انت مبسوط. ايوه فاهمك، انا فاهم. هو انت طالما مبسوط انا خلاص مبسوط. لا بس عقل سلمى حلو.
ايه عقل سلمى صاحب. الله يخليك، عقل شكرا. سلمى صاحب يمكن والله عقل سلمى يمكن صاحب. تجاربي اكتر يعني هي اللي علمتني أصف حياتينا شويه. يا سلمى والله مين؟ يمكن تجاربي اكتر. انا قصدي تجاربي اقول يا هو جماعة. الموضوع هو اتبنى، يعني هي حاجات بنت بعض. انا أيوة. مريت بحاجات كتير وحشه مع ناس كنت بحسبهم صحابي. ان انا كان في حد كنت بعتبرها من اقرب الناس ليا في حياتي، وبجد انا بفكر فيها زي ما بفكر في اخواتي. يعني هو انا هعمل ايه مع اخواتي، فاهم؟ الشخصيه دي طلعت اسوأ حد مر على حياتي، وانا كنت فاكراها صاحب. بس بعدين لما مريت بالموقف ده وعديت بيه فهمت انه لا، ثانيه واحده بقى، انه فلان ده اللي بيعمل معايا كذا وكذا 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 ده اصلا ما كانش صاحبي من الاول. انا كنت معتبره صاحبي، هو ما كانش شايفني صاحبي. فهمت أيوة قصدك، بالظبط. فهمت قصدك. فانا كنت يعني هي بس فكره تجارب شويه وبلس بصراحه مش بحس انه يعني في الاول كنت بحس انه عدد السنين مش هتفرق كتير في ان احنا قد ايه صحاب. لا عادي، ما اكتشفت بتفرقش انه خالص. لا ما بتفرقش. بس مؤخرا اكتشفت انه لا، عدد السنين فعلا فارق. هو بيعرفك قد ايه. يعني انا في صحاب ليا بقى لهم 10 سنين، في صحاب ليا بقى لهم تعرف انا وجوبا 12 والله و15 سنه. قد ايه؟ 11 سنه. والله حلو. والله دي مده حلوه 11 قوي. سنة من ثانوي والله ما اعدادي. والله ما نعرف. وكل بجد واحد ما فينا نعرف. في حته يعني ما فيش حاجه جمعتنا، يعني ما اشتغلناش سوا مثلا ولا يعني لا خالص. لا كل واحد فينا في هي حته. كده بس جوبا، يعني جوبا جه احنا تقريبا الحاجه الوحيده اللي أيوة. جمعتنا سوا هو ده. حلو قوي. بجد. بس انا اصلا ايوه انا اعرف كل واحد فيكم لوحده، ما كنتش عارفه ان انتوا صحاب. اتفاجئت جدا. مش كده كل واحد فينا كلمها على البودكاست. وكل واحد فيكم بعت لي لوحده اللي هو آه. انت بعت لي ايه، انت تعرفي جوبا ايه ده، انت تعرفي شريف اللي هو ايه ده بتعرفوا بعض؟ ايوه. فانا قلت ايه ده، انتوا فعلا تعرفوا ايه ده؟ أيوة، أيوة، في ايه اللي بيحصل؟ طب تعالي بقى البودكاست. والله لا اجي البودكاست، احنا صغيرين ولا ايه؟ طيب انا بالنسبه لي بغير جدا على اصحابي. يعني انا بحس اللي هو لو واحد صاحبي لقيته مثلا نازل يحكي لحد تاني او صحاب تانيين نفس الحوار اللي بيحكوه لي هتضايق جدا. لا انا مش زيك في دي بقى. حتى لو انه رايح يستلف من حد تاني فلوس. لا يستلف عادي. أيوة. يستلف يا عم، بره مش عني متضايق يعني. منك عادي. لا بس انا في حته ان هو يتغير عليا، بتضايق من الحته دي، ان هو يتعامل معاك انت احسن ما يتعامل معايا انا. فاهم قصدي؟ يعني أيوة، احنا ما هي التلاتة دي. صحاب. لا مش غيره، دي مش غيره قوي. يعني غيره بس غيره بمنطق تاني. يعني احنا الثلاثه صحاب، فانا عملت سلمى حلو بس انت ما عملتكش حلو، فانا دي تضايقني. لو طب ليه انت ما عملتنيش حلو؟ ليه النهارده انت متضايق مني؟ انت فاهم قصدي؟ لان يعني بقالنا اسبوع ما بنتقابلش زي زمان. فاهم؟ هيقول لك الشغل ومشاغل، لا كنا بنشتغل عادي. ايوه عارف برضو حته اللي هو عفوا لو ماشي نقولها حلقه. لو انا مثلا داخل في قعده، انا مثلا شفت شريف امبارح وده صاحبي، وسلمى بقالي كتير ما شفتهاش، فانا بسلم على سلمى بحراره قوي عشان بقالي كتير ما شفتهاش، وشريف رحت مسلم عليه. عارف انت الكلمه انت انا لسه شايفك امبارح. انا دي بتضايق. لا والله بجد ما تهزرش. سلم عليا زي ما سلمت على كل اللي قاعدين عشان اعيط. ما تهزرش. طيب لا انا بحس اللي هو طب اقول لك، عارف انت لما يكون في خروجه حتى لو انا مش هاجي الخروجه وانت ما قلتليش، انا هتضايق جدا. انت رخم قوي. قول لي وانا هقول لك والله مش فاضي. حاضر ماشي، بس اللي هو حسسني ان انا هنا. حتى لو انت عارف ان انا مش هعرف اجي، قول لي أيوة. حاول تتحايل عليا بس أيوة. انا مش هاجي. فاهم انا مش جاي والله اصلا. ايوه ليه؟ علشان انا عاوز احس انتوا صحابي، انا أيوة. انا معاكم، لان انا لو انا مكانكم انا بعمل كده. لو انا مكان صحابي بحاول اعمل معاهم اللي انا نفسي اتعامل معاهم. يعني لما بدخل اسلم على صحابي سواء شفته امبارح النهارده من فتره، لا كلهم نفس السلام سواسيه. ده بوستين كلهم ده حضن وبتاع. ده بص واحد عشان متضايق منه في حاجه الجو ده صح. انت مثلا مع حوار الغيره ده؟ بص هو انا مش بحب ده بصراحه، وما بحبش يعني ما بحبش اللي بيعمل معايا كده. يعني هقول لك حاجه، انا زي ما قلت انا مقتنعه ان اصحاب دواير. حلو. ما بحبش اصحابي يجوا يقارنوا ما بينهم وما بين بعض. يعني حد يقول لي انت بتعاملي فلان، اشمعنى بتعملي مع فلان كذا وانا لا؟ اللي هو جماعه عادي، ما هو انا ممكن اكون بعمل معاك ده بس في حاجات تانية وانت مش واخد بالك، او ما جاش في بالي. يعني مثلا انه احنا الثلاثه صحاب، فيجي شريف مره يقول لي انت ليه بتسبورتي جوبا ومش بتسبورتيني؟ على فكره انا مستني ان انت تسبورتيني. فاللي هو ايوه ما هو انا بسبورت بس مش ما اكدبش عليكي، مش فكره حقود، فكره انت طول الوقت مستني مني اعمل حاجه معينه. وارد على فكره بجد، وارد انه انا يكون ما جاش في دماغي.
يعني ممكن يبقى جوه اقرب ليا منك عادي. ممكن وعادي يا جماعه، عادي اللي صحاب درجات اتس اوكي. فكون ان انت تيجي تقول على فكره انا معتبرك صاحبتي قوي، انت ازاي اللي هو اتس اوكي. انا يعني ممكن نكون صحاب قريبين وكل حاجه، بس ممكن يكون فعلا فلان مكانته عندي اعلى او مش اعلى، مختلفه، بيسلف فلوس يعني مش شرط يكون اصل العمر كله على ايوه عمره ده على فلوس، بس عايز كام خلاص عايزه كام. احنا ممكن نلم من بعض عادي. فهي الفكره في انه انا مش بحب الغيره من النوع ده. تزعليش يعني لو هم نزلوا لعبوا بدل وما قالولكيش صح؟ هقول لك مؤخرا بقيت عشان بس يا حوار بدل ده لا ايه انت نزلت لعبت بدل من غير ما تقول لي؟ ثانيه واحده بس عشان مش موضوع شفتي انتوا بتسحلونا في حوار بدل حته. ده ما اعرفش والله ولا دخلني. انت رحت لعبت بدل من غيره؟ بلعب بدل مع اصحابي عادي من غير يا اسطى هبقى اخدك معايا. انا بجد حاسه دلوقتي ان انا هعمل زي ما بعمل في المدرسه، جو سي سوري. والله في المدرسه اتنين بيجوا يشتكوا لي من بعض. هاخدك ونروح نلعب بكره رايح العب بدل عامه. ماشي ما بعرفش العب بدل اكيد ومش عايزه افرهد نفسي فانا ليه؟ احنا ممكن نلعب واحنا قاعدين كده. افلام فتمام. ماشي حلو مش قادره. حلو قوي حلو قوي حلو قوي. كان في نقطه كنت عايز اتكلم عنها، فكره ان مش كل الصحاب يعني صاحبك القريب قوي منك مش دايما بيشجعك على فكره، غصب عنه بيزهق. فاهمين قصدي؟ او بينشغل مثلا يعني انا ليا ناس صحابي، الناس اللي بتشجعني في حياتي مش اقرب ناس ليا. اللي بيشجعوكي مش هتلاقيهم اقرب ناس ليكي. اللي اقرب ناس ليكي هتلاقيهم ايه بقوا عارفين سلمى خلاص بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، مش كل شويه هنشير. الشخص الجديد هو اللي هم فارقين معاهم شريف بالظبط. فاهم يا معلم؟ انت لو عملت ايه، لو خدت الاوسكار انت في نظرنا شريف، احنا مبسوطين لك وكل حاجه، وهتيجي تقول كده الشخص المنبهر بقى هو الشخص الغريب زي ما هي بتقول. صح لان هو ما بيبقاش عارف الحاجات اللي انت بتعملها انت كلها. جامد، انت ازاي عايش كده حياتك؟ أيوة. وانت على الله فاهم. يقول لك ايه ده شوف بتعمل كذا وبتعمل كذا، ازاي بقى بتعملهم ازاي وانت مش عارف اصلا؟ على الله بجد فاهم. صاحبك بقى اللي هو القريب منك بس اي كلام. انت بتعملش حاجه في حياتك ليه؟ اديله على فاهم والله بجد. بس حلوه قوي البوينت بتاعت ان هم دايما شايفينك هنا، يعني دايما شايفينك شريف. فاهمني؟ كده يعني كده انت فوق، يعني فوق بمعنى انه انت كده ناجح في نظري، انت كده كويس في نظري، انت كده حلو في نظري. يعني طول الوقت فعلا دي بوينت حلوه قوي. طول الوقت فعلا بحس انه صحابي هم كده هنا. يعني انا دايما انا معروف عني حاجه كده. في حد من صحابي في جروب من الناس كانوا فتره جايين شايفيني بسبورت قوي، فطول الوقت انت هنقول بتطبلي، انت بتطبلي الفلان. حلو. ايوه طبلي له بقى عمال على بطال. فاللي هو خدت بالي ثانيه واحده مطبل له عمال على بطال. ايوه ابني ولا مش ابني؟ انا دايما بعتبر اصحابي عيالي. ايوه عارف الحته دي ما طبل له بالظبط. ما طبل له عمال على بطال، ايه المشكله يعني؟ فهو بالنسبه لي واتفر هو عمل ايه، هو دخل حفله خيش في الحفله وانت هنا برضو وانت شاطر وجامد وانا عارفه. فبحس انه بوينت حلو قوي انه انت كده هنا. ايوه فاهم. مش اتس اوكي ممكن اكون مره موجوده مره مش موجوده، مره عارفه سبورت مره لا، بس أيوة. انت دايما في نظري فوق. هو بذكر التطبيل قبل التطبيل بس انت شايفني فين، هنا ولا هنا؟ انا شايفك دايما فوق. يعني انت بكره بجد انت لو عملت بطوله في مارفل حبي ولا هيقل ولا هيزيد ليك. هو انا بحبك ولا هيقل ولا هيزيد، خدت بالك؟ ولا هيزيد اصلا مش عايزك يعني كده هنا بس انت هنا. انا بحبك كده، بحب شريف كده. يعني لو حد جه بكره قال لي شريف ومش عارف اعمل ايه بس انا مبسوط لك، بس انا مش هحبك علشان انت رحت عملت بطوله فاهم. اللي هو عادي. طب بذكر التطبيل ده انت تحبي ان صاحبك يطبل لك دايما ولا يقول لك الحقيقه؟ احبهم دايما يقولوا ايه. انت عملت تسال كل اسئله معلش انا اسف بقى. الولد مع السكريبت يعني الله تقول ايه يا عم انت كمان سمعت صدقتوني. قول عايز ايه؟ احنا في رمضان الله ماشي فكرتني. انا ممكن استاذن حاجه بما ان احنا وقفنا سيكا. انا اسف ممكن الميه معلش اهي دي تسلم ايديك شكرا. بس انا اسفه جدا بس انا نسيت اجيبها وانا احنا في رمضان بعد الفطار. ممكن اخد بقى ولا ايه؟ اخد بقى بس انا خدت بالي دلوقتي. احنا في رمضان بعد الفطار ده كله بالرك عادي ولا يعني حطيها جنبي صباح الفل. هو احنا عموما في رمضان هنصور قبل الفطار ليه؟ جلد ذات. هو احنا كفره؟ خلاص معلش انا مش فاهمه يعني.
ده ولا في طبق قطايف ولا حاجه، انا مش فاهمه ايه ده القعده الناشفه دي. على النار انت مش شامه على ما النار تكسبناش بقى على النار. حاول تشم الريحه. يا مساعد. انا في قطايف مفيش قطايف، انتوا هنا كده كده. شفت بقى الموضوع بيجي ازاي؟ شفت جد ازاي. طب بما ان حوار رمضان ده انا نسيت ان احنا في رمضان. ايوه انا مستني لحد دلوقتي ان انا واصحابي ننزل نفطر سوا يعني. انا بقالنا 5 سنين، عارف التحول اللي والله لا انا طب اصحابي يجوا يفطروا عندي. سوري، انا في رمضان في يوم في رمضان دايما في جروب كده، حتى لما بيزيد علينا ناس جديده باتفقنا اللي هو انا دايما جماعه اتس اوكي فلان يبقى معانا، فيقولوا لي تمام، او مش هنكون مرتاحين او بلاش. احنا في جروب كده، هو رمضان اللي فات بس اللي جالنا مننا، بقى لنا بتاع 4-5 سنين. حلو قوي ان انتم هو في يوم عندي في البيت، واليوم ده اكلته ثابته كل رمضان. انا كل رمضان بسالهم اعمل لكم ايه جديد. غيران صح. انا عايزه اقول لك هو اليوم ده سلمى انا بعشق الاكل. هقول لك حاجه، انا عينيا الاثنين بجد والله مش العظيم. لازم تعزم، انت ممكن تسمع المنيو مبدئيا. ماشي. اليوم ده بيبقى منيو ثابت كل رمضان، بسالهم نغير. لا مش عامله منيو، هو كل مره نفس الاكله، بسالهم نغير نجدد، يقولوا لي لا هو احنا عايزين نفس الاكل. إيه؟ مكرونه بشاميل، سمبوسه، كوسه بشاميل. انت على فكره غالبا بعمل سلطه. والله نفسه في سمبوسه من يوم الوقفه. والله انا الاثنين اعمل لك سمبوسه احنا اتفقنا على حاجه يعني عايزين ننشر الفكره دي. في فرق طبعا بين يعني في ناس بتقول سمبوسه، في ناس بتقول سمبوسه. هي سمبوسه. حلو، احنا اتفقنا على حاجه. السمبوسه دي المثلثات اللي فيها جبنه، السمبوسك دي المثلثات اللي فيها لحمه. الصراحه مقنع عشان كل الناس ترتاح. ممكن. يعني انت لو قلتي لي انا عامله سمبوسك هعرف ان فيها لحمه. لا بس ثانيه واحده، انا اصلا ما بعملش سمبوسه بالجبنه، هو انا كل اللي بعمله سمبوسه باللحمه، فانا بالنسبه لي سمبوسه هي سمبوسه باللحمه. ما بتعمليش بالجبنه طيب؟ انا بحس الجبنه دي اختراع في السمبوسه وفي الحاجات دي، اختراع فاشل جدا يا سلمى. كمان بيبقى طعمها مقدد قوي. هعمل ممكن تكون انت اللي بيعملها بالجبنه بيعملها حلو، بس انا مفيش مره واحده باكل سمبوسه بالجبنه بتبقى عدله. لا انا بالنسبه لي سمبوسه هي سمبوسه باللحمه. ماشي حاضر. ايوه انا بحب مش مهم، مش في مكرونه بشاميل. في مكرونه مش مهم بقى سمبوسه باللحمه. ثانيه واحده تسمع بقيه المنيو. هو سبحان الله بالصدفه البحته المنيو ده كله وايت، كله وايت وما فيهوش رز. انا اكتشفت بالصدفه انه ما فيهوش رز. لا نزود بقى. مكرونه بشاميل، كوسه بشاميل، شوربه كريمه مشروم، تمام. بعمل لهم سلطه اسباني كده اللي هي بطاطس هو مكرونه بشاميل، كوسه بشاميل، شوربه كريمه مشروم. بعمل معاها سلطات. رمضان اخر رمضان كنت عامله معاها بطاطا حاره، عارفين بطاطا الحاره اللي هي بس خدنا بس شميت الاكل من ايه بطاطا حاره دي؟ معلش. بطاطس بحمرها، بطاطس يعني بطاطس مكعبات بحمرها، وبعد ما تطلع من التحمير بشوحها في جبتها من ورا. بشوحها بحمرها وبتشوحها. ايوه بشوحها في مع فلفل حراق، شرايح فلفل حراق، تمام. ورا الكاميرا عايز اكل. صب يا جماعه نطلب غدا طيب. بشوحها مع فلفل حراق كده وخلطه فيها خل وثوم وحاجه كده، هي بتبقى لذيذه، بتبقى مقبلات لذيذه يعني. انا البطاطا ما تشوحنيش. هي فعلا بنفشخها بجد، بحمرها وبعدين بشوحها في زيت زيتون يعني، فاهم؟ معمول الفيديو ده معمول لسلمى على فكره. انا مش هقول لحد تاني. انا البطاطا. طب انا عايزه اكل بس. انا الاثنين والله انا الاثنين عشان خاطر انا اصلا. بس هقول لكم حاجه، بس عشان انا في رمضان انا ضد تماما ان احنا نفطر بره. انا بفطر في احد. ما انا بقول لك اهو، انا شوفوا لي مكان حلو واسع نقدر نقعد فيه ساعه الفطار. حاضر. ونعمل ايه؟ حاضر. نجمع الاشباح بقى. حاضر ماشي. يعني معلش انا مش عايزه اقول اسماء محدده عشان برضو ما نبقاش بنحدد نفسنا. عشان الصحاب ما يغيروش. عشان الصحاب ما يغيروش. بس في معلش في اسماء محدده هنقول لهم ونجمع الاشباح وننزل نفطر واعمل لكم. فاعرف لو انت ما جيتش الحلقه العزومه دي ان سلمى انا اسفه جدا، يبقى انت مش من مش من النخبه، مش من النخبه المختارين. معلش. تيجوا شوف راحة الجمهور. والله انا حاسس ان قعدتها لذيذه. صح والله. ما هنكمل انا بقى استنى من الجمهور. هنخلص ونكمل بقى زي ما احنا يعني. ايوه يوتا هيشدوا كورس اصلا ويجي. يعني انا تمام جدا. بص وهنطلب بشاميل. تمام ندخل بس الفقره على الاثنين. فقره راحة الجمهور. عارفه اقول حاجه بس
عاملين فقره اوكي لذيذه كده اسمها راحه الجمهور. اوكي تمام، بنسال الناس اسئله اها بيجاوبوا عليها حلو. بس. طبعا بديهي قوي. باي ذا واي انا كنت هبعت لكم فعلا بس مش عارفه ابعت لكم ولا لا. لو لقينا سؤالي يبقى انا بعت لكم. لا انا عملت، انا كنت مشغوله في حاجه وبعدين كتبت كل حاجه وكنت عايزه اسند بس انا في حاجه كنت عايزه ازودها فمش أيوة فاكره انا بعت ولا ما بعتش. انت مسكتيها بس كده قلتي كتبت كتير. انا كتبت لكم باراجراف. سلمى عادت كده فاهم، بعد كده قفلت. طب استنى كده ثانيه هقوم اشرب واجي فاهم، مسكت الموبايل ايه ام البتاع ده. لا والله كنت مشغوله في حاجه فانا بحب دماغي تبقى مركزه وانا بعمل حاجات المهمه. وانا بطبخ بتقول لك بتعمل بطاطا بتشوحها وبايه بدايه معلش قوليها. بحمرها بتحمرها ثم بشوحها. معلش ممكن نقول المقادير دي معلش. طيب بنجيب بطاطا اللي هي بطاطس بنقطعها مكعبات. ثانيه امثل لك. اتفضل. ايوه بنجيب بطاطس بنقطعها مكعبات وبنحمرها في الزيت وبعد ما بنطلعها بنحضر تومتين مفرومين وشويه خل وشويه خل صغيرين وفلفل حراق كتير فشخ ومعلقه صلصه. بنعمل ايه؟ اوكي بنحط التوميه المفرومه دي في معلقه الزيت. تمام. بنحط التوميه المفرومه في معلقه الزيت نسيبها يا دوب كده تبيض بس تطلع ريحتها ما بسيبهاش تتحمر. اوكي اتفضل. وبعدين بروح حاطه الفلفل الحراق هوبا بيعمل ايوه بالظبط كده. ضربت في وشي. وبحط سنه الخل البسيطه. مش قادره عشان المقادير ماشي. سنه الخل البسيطه وبعدين معلقه صلصه صغيره. اوكي وبعدين بشوحهم كلهم مع بعض وبروح حاطه البطاطس فيها بعملها كده بديها تقليبه هوبا بتاخد من الفلفل الحراق والثوم والخل والحاجات وبتبقى عظمه جدا رائعه. في الاخر شركه شيبسي يعني انا مش فاهمه. داري اللوجو بقى عشان احنا ايه رايك؟ حلو بس تمام. دي مقادير البطاطا الايه؟ فين البطاطا؟ ما هي يا ابني ما هي ثانيه واحده. هو انت فاكرني بقصد بطاطا اللي هي بطاطا الحلوه دي اللي هي احنا بنشويها؟ هي اسمها بطاطا حاره علشان هي حاجه لبنانيه يعني طبق لبناني اعتقد او حاجه كده. عارف ده؟ تمام. ما هنقول عملت معاه مشهد باللبناني. والله هقول لك على فكره حلوه. اصبغ اصفر يا بيسو. انا مش هصبغ برجندي. اقول هناخد سؤال ممكن يبقى السؤال وحيد واخر حلقه. ليه كده؟ ده حاسه بالحزن ليه بيقفل؟ متضايق ليه؟ لا ما هو هي هتكلمها باللبناني. ماشي هكلمها باللبناني. اوكي يلا بينا. كان نتصل بيها. الله يلا بينا. مين؟ جولنار. حد اعرف؟ جولنار. حد ما اعرفوش. ولا احنا. جولنار في سؤال اللي هو وجه رساله لواحد صاحبك حتى لو مش حابب تقول اسمه قول اللي في قلبك. اوكي. فهي كتبت بطلي كل ما وشوشك في ودنك تكرري الكلام بصوت عالي. انا بكره الناس. ده ما بحبهاش دي. هو عامه ساعات انا بعمل كده بس انا بكره الناس. لا انت خلي بيوشوشك في ودنك يعني انت عايز سلمى بقى ما تقولش تعرف الحوار ده. ايوه عارف الواد عارف الواد اللي هناك ده تبقى صعبه قوي بجد. ايوه بعد كده ما هو في بقى هنقول عليه في قالت احكي لنا موقف واحد صاحبك احرجك فيه والعكس. اوكي. مش جاي في بالي حاجه معينه بس انا عادي ممكن اشارك معاكم في الحلقه. عندي حاجات كتير فاحنا عايزين حكايه. تحكي هتيجي تحكي دي هي شايله جامد يا عيني شكلها. اوكي عاوزين حكايه واحده. يلا عفوا يا عم شاطر. المهم بس ايوه والله تبقى حلوه انا بحبها قوي. بص هي بتبقى بطاطس متحمره عادي بس فيها فليفرز اكتر بكتير من ان هي بطاطس عاديه عليها شويه ملح. تبقى رائعه. هبقى اعملها واجيبها لك. لا انا مش عايز كذا. انا عايز بص انا اللي ممكن اعمله لو هنطلع نفطر بره كلنا ممكن اعمل لكم جلاش. بعمل جلاش حلو باللحمه المفرومه ومعاها بطاطا حاره. ممكن اعمل لكم سلطه اسباني اللي هي بطاطس وبسله وحاجه. ايه سلطه اسباني؟ هي بتبقى اسمها كده سلطه بيضه بالمايونيز كده فيها بطاطس وبسله وفاصوليا خضراء. ساعات بحط معاها فاصوليا حمراء كمان تبقى طعمها لذيذ. بعملها بالمايونيز بقى ما ردتش. جولنار معاها حكايه.
ما ردتش. اوكي نقرا الاسئله عادي خلاص هي ما ردتش صح. نشوف حد تاني. حرجتنا قوي عامه يعني. تمام. انا بس بوجه رساله لمتابعين الحلقه، ابقوا ردوا لمتابعين البودكاست بليز، ابقوا ردوا. مش معقوله نتمنى يعني نتمناها ان يعني. انتوا يعني إيه ده؟ تردوا مش عارف بدل ما بعد كده اقول لكم تكتبوا العناوين. ايوه يعني يبقوا انتظروا الاتصال مننا. يعني انا مش فاهمه المفروض انها حاجه مهمه ولا خلاص ايه يا ولا ايه؟ خلاص انا شخصنتها جامد. احنا بنصور يوم 2 حد 2 4 فانت 3 ايام دول فاضي نفسك فيهم. اي مكالمه هتجيلكوا في الوقت ده هنرد ولا ايه يعني؟ خلاص يا تعال صاحبي. تعال نشوف ششتاوي بيقول لك ايه. ماشي. بيقول لك وجه رساله لصاحبك حتى لو مش حابب تقول اسمه. بوجه رساله لمودي مش مهم عشان هو وجه رساله عيب خلاص مش مهم. اوكي ماشي. تمام مش هينفع والله. ده تمام ديسريسبكت. والله لا مش هينفع عامه. احكي لنا موقف واحد صاحبك احرجك فيه او العكس قال لك مش قادر افكر. نفسي اعرف الناس دي بتكتب لي كده. في طب وثانية مش كده انت صاحبي. بتخش تجاوب ليه؟ بجد ده صاحبي انا عارفه ما دام قال مودي انا عارفه. تمام يا عم ششتاوي يا حبيبي اكتب عادي يعني زي الناس كده. عيب قوي والله. ايه خدوا الشغل دايق. ده؟ ما إيش قلناش حاجه بجد؟ تانية على اي حد. قال حاجه على واحد النبي. طيب يعني احنا شتموه او تمام. حاجه؟ احنا لا في- ما شتموش قال حاجه لا لسه ششتاوي ماشي. خلص. بيقول لك اكتر حاجه ما بتحبهاش بين الصحاب قال لك لما حد يقول لي ادفع واحول لك انستا باي. انا انت ما تعرف بطلبهاش. ان انا لحد دلوقتي انا في فلوس كتير عايزها. طب ليه مش بتطلبها؟ مش عارف. لا ليه بجد؟ انا كنت كده زمان. ما بدات ما بقاش كده. يعني بدات اللي هو احنا اتفقنا. يعني هقول لك على انت عارف ان يقطع كتير- عليه 120 جنيه الجوبه. ايه ده؟ في ايه بقى؟ شفت لا، في لا، ايه أنا بقى؟ مش قصدي ندفع اللي عليك. علينا بقى. انا لسه فاكر ندفع اللي علينا والله يعني بس- مش كده. انا ثانيه واحده اقول لكم حاجه. انا سمعت في اللي بتاع 120. عايزين انا فاكر احنا وصلنا ل 120 دقيقه فانا مستغرب. والله ما أقصد. لا انا 120 من رايي بوجه مسج مش ليه أوي. لمنتجين الحاجات. ندفع اللي علينا ولا ايه يا شباب؟ طبعا ايوه طبعا ايوه طبعا يا ريت والله. طبعا حاضر يا ريت ماليش دعوه الحمد لله. اقول لكم يلا بقى مش مهم. كمل كنا بنقول ايه انا اسف. كنا بنقول ششتاوي. لا بعد الشتاء قلنا حاجه لا. اللي عليه فلوسه بيحول فلوس انستا باي ده. ايوه اللي هو انا بقيت احاول مؤخرا ببقى اللي هو ايه يا جماعه احنا اتفقنا فخلاص ننفذ اتفقنا. زي بالظبط مثلا لما نبقى نازلين لما ابقى نازله مع حد من صحابي. اي حد في الدنيا بيحب يتعزم يا سلام هنبسط قوي. بس لو مش متفقين ولقيت الحد ده بيعزمني باخد موقف كده اللي هو لا ثانيه واحده احنا مش متفقين تعزمني. عشان ببقى حاسه انه طب ما قول لي عشان ابقى عامله حسابي. طب عارفه الموقف بقى اللي هو العكس. اللي هو ايه؟ لو انتوا نازلين وهو انتوا تطلبوا مثلا حاجه تشربوها تمام قاعدين وبتاع الحساب جه فهو يروح هو ماشي. لا دي فانت انت هتعزميني غصب عنك فاهمه. بص ساعات بتحصل بحس انها في حاجات بسيطه يعني مثلا زي على القهوه ممكن تكون نسيت تدفع كوبايه شاي ولا حاجه في حاجه عبيطه. انا في واحد صاحبي عمره ما دفع لي قال لي عمره ما معاه كاش. عمره ما مشي بجنيه كاش. هو بيمشي ب 2 جنيه دايما. 2 جنيه معاه كاش هم دايما. لا صعب قوي. الباقي مش معايا. لا ده ما ننزلش معاه تاني. لا. بجد ما ننزلش معاه. الحمد لله. بنوجه مسج للي معهوش غير 2 جنيه في جيبه طول الوقت. احنا جايبين سلمى تدافع عننا. دفع للجمهور. اللي عليك بقى ولا ايه؟ يعني عيب قوي. احنا وزير في المالية. صارفين وجايبين مش شرابات وبتاع يعني عيب نرد الفلوس اللي علينا. اتفضل. تصدق لا انا خلاص. انا معايا ده اهداء مش إهداء؟ مش أوكي. مش حاجه يعني مش اجابه بس احنا في كل حلقه في بنت اسمها دعدوعه. دي مش هي مش دعدوعه. ما تهزرش. ما هقول لك ده اهداء لدعدوعه بجد يعني والله. في بنت ثانية واحدة يعني في فان اللي اسمها هي دعدوعة. اوكي دي معانا من اول حلقه. البنت حلو. والله في كل حلقه بقى لازم بتكتب لنا. حلو انا بحب قوي الفن المخلص ده اللي هو والله. كل والله. وساعات بتدخل لو اللي هو صديق على البرنامج فكره هي كاتبه. انت ما أنا هي عارف، كاتبة، أنا عارف بس هي مش التلاتة. كاتبه حاجه. مش كاتبه حاجه بس هي عايزه كده كاتبة معانا. اسمها اللي هو انا بحبكم بقى أنا ايوه موجودة. تعرفوا انا مره سوري اقول موقف لا صغنطوط. براحتك انا مره حصل لي كنت طالعه مع ناس بوظنا لا الفكرة. انا بس عايزه اقول حاجه عن الفن المخلص ده. انا حبيت قوي قوي او بحب قوي فكره الفن المخلص. ليه؟ انا مره كنت طالعه في حفله مع ستاند اب كوميديانز معروفين. هم عندهم بودكاست في ليهم فان مخلصه قوي. الفان دي انا كنت طالعه معاهم زي كاني انا فرد يعني من الناس اللي طالعين في الحفله معاهم. انا البنت الوحيده في وسط ولاد كتير. البنت دي جابت لي جفت مخصوص لمجرد ان هي فان ليهم وحبت ان انا بنت طالعه معاهم. يا سلام. انا انبسطت انبساط مش طبيعي. فبحب قوي فكره الفن المخلص ده اللي بتحس ان هو بالروح بالدم. ايوه يعني فاهم؟ ايوه والله. فتحيه مني لدعدوعه. سقف بقى الدعدوعة.
انا حبيتك من غير ما اشوفك. انا حبيت بلاش نغني. اوكي. اللي بعت لها اهداء شوش شوش ماشي. ماي لاف خطيبتي اوكي. هي اللي بعت لها اهداء، يعني قالت عايزه اعمل اهداء باغنيه صاحبي يا صاحبي لصديقه البرنامج بتاعتكم دعدوعه، واقول لها كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليكي وعلى الاسره. اوكي. سلام. وانا اكتر كمان. حاجه ما بتحبهاش بين الصحاب الغيره الاوفر والتقل. يعني مش قصدها على الصحاب. لا بقى يا ستي احنا هنمشيها صحاب عشان ما نبوظش، مش عايزين نخرب بيوت. الغيره الكتيره والتقل ها والتقل اللي ما بنردش على ما عندكش لا، 30 ثانيه تقول لي فيهم ان انت مشغول بالظبط مثلا. وعيله الجوبه اقراها انت ما حدش تاني. لا والله. وشوش انت عارف من ايه. ايوه. فنوجه مسج لجوبة. فنوجه مسج لجوبة لجوبة لصديق البرنامج، للصحاب، بطلوا تقل وبطلوا غيرة زيادة. شكرا. والبنات دايما مع بعض بيروح بالدم باللبناني. اوكي. انا عندي فكره انها تقولها باللبناني. قول. لا تقفل الحلقه هي باللبناني. اوكي احنا خلصنا للاسف. بجد خلصنا. هنعمل لك ما ينفعش نعمل اكسترا تايم بجد والله. ايه ده احنا خلصنا بسرعه كده. طيب اوكي نقفل الحلقه باللبناني. نقفل هلا. اقول لك ايه الحاجات اللي بنقولها. قول لي. ماشي. احنا بنقول يعني ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه. اوكي. وما تنسوش تعملوا طبعا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وادخلوا بصوا على الديسكريبشن. اوكي. بس. هحاول بعد كده انا اقول حاجه بعدك وخلاص. ماشي حلو قوي. هحاول اقول كل ده باللبناني، بس انا بوجه مسج قبلها لوسام كمال. اقول لك انا وسام كمال صديقي لبناني، كل ما اتكلم لبناني يقول لي بربك ما تحكي لبناني، يعني هو مقتنع. يعني اسالك بربك ما تحكي لبناني والله كل مره. يا سلام عليك يا سلمى. يا سلمى. كل ما بحكي لبناني يقول لي هيدا منه لبناني ولازم يهزقني. فانا لبناني يعني وسام بليز اكسكيوز ماي لبنانيز لانجويج. ف اوكي هلا وصلنا لنهايه. هيدي الكاميرا صح. هيدي الكاميرا تبعي. اوكي. اوكي. هلا وصلنا لنهايه حلقتنا الجميله اللذيذه الممتعه السوبر ممتعه. وصراحه ما كان بدي نخلص هالحلقه، بس هيدا يعني هي سنه الحياه. بدنا نموت الحمد لله مش عارفين. الحلقات بتيجي عشان تخلص. وفي نهاية الحلقة اللذيذة ما تنسوا أبداً تعملوا متابعة، تفعلوا زر الجرس، وتعملوا سبسكرايب يعني متابعة صح، وتعملوا إيه تاني؟ نعمل إيه؟ لايك وشير وتعملوا لايك اي حاجه. أوكي. وتكتبوا كومنت وتنزلوا تحت للديسكريبشن صح، وتنزلوا تحت للديسكريبشن بوكس حتى تطلعوا على المصادر. سلام يا سلام يا ماشي. سلام. واخيرا عايز اشكر ضيفتنا الجميله اللي عملت لنا حلقه من نار، سلمى النجار. حبيتكم قوي. الشرابات بس اهم حاجه. يس. عايزه الديناصور يبان. ديناصور باين. ايه اسمه ايه؟ ديناصور. ديناصور اسمه ديناصور. مستر ديناصور. ديناصور. انا لابس شد كرسي تعالى. انا لابس بطاطس. ايه ده؟ انت اصلا جاي ما خدتش بالي. هو انا وانت جايب السيمبسون وش سيمبسون في الحاجات. يا سلام. باي باي. مع السلامه. مع السلامه.